يا مساء الفل عليكم. النهارده اليوم الأول في تحدي 15 يوم متواصل، تحدي الأبطال زي ما احنا سميناه خلاص. زي ما قلت لكم أنا التحدي دوت في الفطار الصبح كده، زي ما هاخد مثلا تفاحة. ممكن أشرب مشروبات زي كده شاي أخضر، وطبعا من غير سكر زي ما احنا ما اتفقنا. وطبعا أهم حاجة ما ننساش المية دي كنت أنا حاطط عليها ليمون عشان برضو إيه تغير كده من طعم المية، وأشرب منها كذا إزازة وما زهقش منها. في الغدا بقى عملت بطاطس مهروسة، هي بالملح والفلفل والكمون بس. حاجة سريعة كده وبسيطة وكان طعمها حلو جدا. وكمان مع البطاطس كان معايا فول، حطيت عليه شوية طحينة مفيش مشكلة. وطبعا الملح والفلفل، أي بهارات بقى أنت بتحبوها بتاع الفول، كل واحد زي ما بيحب. اللي عايز يزود ليمون يزود. أنا حطيت برضه عليه إيه يعني نقطة خل كده بتديها طعم حلو ولذيذ. وطبعا ما ننساش أهم حاجة الخضروات، الكابوتشا الجرجير الخيار الموجود عندنا يبقى ممتاز جدا. برضو ممكن نحط عليها شوية زيت زيتون على البطاطس وعلى الفول، هيديهم طعم حلو. وكانت وجبة حلوة ولذيذة. طبعا برضو ما أكلتش عيش في الغدا. العشاء بقى أكلت برضو فاكهة البطيخ، طبعا انتوا عارفين بقى الصيف لازم بطيخ. فقولوا لي النهاردة بقى انتوا عملتوا ايه، نشجع بعض. النهاردة أول يوم، محدش يكسل. قولوا لي يومكم كان ماشي ازاي، الوجبات بتاعتكم كانت عاملة ازاي. شكرا ليكم، بالهنا والشفا. سلام.